مساء أمس إلى ندوة المهرجان، وهي الندوة التي كانت تحت شعار حضور الطفل في الإعلام والثقافة الحسنية. هذه الندوة التي تم تسليط الضوء عليها خلال الطفل من طرف أساتذة ودكاترة باحثين، الدكتور أجود الوالي الذي تشرفنا بمداخلته وحاضر معنا لهذه الفعاليات، كذلك الأستاذ لبات الدخيل الذي تشرفنا كذلك في هذه الفعاليات. نشكرهم جزيل الشكر على ما أسدوهم للطفولة وللشباب مدينة سمارة. الندوة تطرقت إلى سلسلة من الأنشطة، تطرقت كذلك إلى محاور تهدف من خلال الطفل ودوره في الإعلام، من خلال الإعلام ودوره في الطفل والثقافة الحسنية والطفل. تم تجاوبها مجموعة من تلاميذ المؤسسات التعليمية، شاركوا وطرحوا مجموعة من الأسئلة على الدكاترة على الباحثين. كذلك ناقشنا السلبيات والإيجابيات المواقع التواصل الاجتماعي، مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها الفيس وفيها تويتر، إلى مجموعة من الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب. اليوم نختتم فعاليات المهرجان بأمسية فنية للطفل، سيتم تقديم توزيع وتقديم مجموعة من الشواهد التقديرية على المشاركين وعلى التلاميذ المؤسسات التعليمية مشكورين. كما نتقدم بجزيل الشكر في آخر هذه الكلمة إلى القنوات وإلى المواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بمدينة سمارة على تغطيتهم هذا الحدث. نخص بالذكر موقع كرونو سمارة الذي كان حاضر معنا طيلة الأيام الثلاثة، وبالتالي لن نغيب أي أحد اتصلنا وتواصلنا وأرسلنا وهاتفنا مجموعة من المواقع الإلكترونية كان لها الحدث وكانت لها مشاركة معنا. هناك من حضر وهناك من لم يحضر لأسباب خاصة ولأسباب نتفهمها لهذا الحدث، لظروف الحدث، ولأن الحدث جاء في ظروف في آخر السنة وفي آخر الأسبوع من السنة، وبالتالي هذه الظروف نحن نتحمل مسؤوليتها على أساس تكون السنة القادمة إن شاء الله، لأن سنودع هذه السنة ونتمنى سنة سعيدة جديدة إن شاء الله.